قوم العلم، السلام عليكم، معكم ايوب وغنديروا واحد التجربه بسيطه قبل ما نبداو الموضوع ديال الحلقه اليوم. عندنا جوج نفاخات، وحده منفوخه شويه وحده منفوخه اكثر، جمعت بيناتهم بهذا اليوتيوب. هذا اليوتيوب يقدر يدوز الغاز من هذه النفاخه لهذه النفاخه، اولا من هذه النفاخه لهذه النفاخه. وكيف ما كتلاحظوا انا حابس هذه النفاخه من هذه الجهه. ملي غادي نطلقها غادي توقع شي حاجه. شنو في نظركم غيوقع؟ واش الصغيره اللي غتنفخ الكبيره، ولا الكبيره اللي غتنفخ الصغيره، ولا غادي نبقاو حتى يتوازنوا بجوج؟ حبس الفيديو دابا، نزل كتب الجواب في كومونتير وكمل الفيديو من بعد. في الاخر ديال الحلقه غتعرفوا الجواب. كلنا فايت لنا حضرنا لواحد من هاد السيناريوهات، باش كيطيح لك شي كاس وكيتهرس. واش كتخيل شي سيناريو ممكن يوقع باش هذا الكاس يتجمع راسو؟ اولا فاش كتشد شي كاس الحليب وكدير فيه القهوه، واش كتخيل انه ممكن نفرقوا الحليب على القهوه؟ اولا فاش كتشعل البريكه، واش تقدر تجمع هذيك العافيه ديال البريكه وتخرج من هذاك الغاز اللي تحرق؟ هاد الاسئله كلها تقدر تجيك بليده نوعا ما، حيت الجواب ديال هاد الاسئله بثلاثه هو لا. والا سولتك علاش تقدر تجاوبني وتقول لي لان الزمن ما كيرجعش باللور. لكن علاش الزمن ما كيرجعش باللور؟ ما فين كاينه اللعيبه. هذا الكون اللي حنا كنعيشوا فيه كلشي كيقلب على التوازن. بين قوسين قلت هذا الكون لانه ممكن يكون شي كون اخر ما كنقلبوش فيه على التوازن. البحث عن التوازن كيعني ان الكون كيدير ما في جهده باش تكون عندنا نفس القيمه ديال الحوايج فين ما مشيتي. نعطيكم واحد المثال. الا خدينا حديده سخونه وحديده بارده ولصقناهم، غتلاحظ بان هذيك الحديده السخونه والحديده البارده غادي يبقاو حتى تولي عندهم نفس درجه الحراره، يعني غادي توازن درجه الحراره ديالهم. هذا المبدا ديال التوازن كيخلي ان كلشي كيتحرك وكيتحول من شكل لاخر، خاصه الطاقه. مهم هذه الكلمه ديال التحول. باش ما نتوضروش على صلب الموضوع غندوي لكم نيشان على السبب اللي كيخلي ان الزمان غادي لقدام وما كيرجعش للور. سيداتي سادتي كنقدم لكم لونتروب. شنو هي هاد لونتروب؟ لونتروبي هي كلمه اللي الاصل ديالها اغريقي، انتروبيا، واللي كتعني التحول. شتي علاش مهمه كلمه التحول؟ هاد لونتروبي هي واحد القياس ديال معدل التبعثر في الكون، اون ميزور دو ديزوردر دون لونيفير. هذا هو التعريف المشهور ديالها. غنحاولوا نبسطوه شويه. غناخذوا واحد المثال بسيط. تخيلوا معايا واحد المجموعه ديال الكويرات ملونه، كل لون مجموع في بلاصه. ملي كيكون عندنا داكشي مرتب كنتسماو في حاله ديال انتروبي ضعيفه، لو انتروبي ستيت. ملي كيدخل شي تاثير خارجي على السيستم وكنخرقوه كنتسماو زدنا ليه من لونتروبي ديالو، دزنا لمستوى اعلى من لونتروبي، هاير انتروبي ستيت. المهم كاين واحد العلم اللي كيهتم بهاد لونتروبي بزاف اللي هو ثيرموديناميك. هذا العلم سميتو بالعربيه الديناميك الحراريه، يعني كيدرس الطاقه الحراريه التحول ديالها من والى اشكال ديال الطاقه اخرى. هذا العلم فيه 4 ديال القوانين. حنا غنهتموا بالقانون رقم 2 اللي كيقول لك بان هاد لونتروبي ما يمكن لها غير تزاد او لا تبقى مستقره في نظام معزول. النظام المعزول هو واحد النظام اللي ما كيتبادل لا طاقه لا ماده مع المحيط الخارجي ديالو. الا اعتبرنا الكون نظام معزول، رغم ان هذه القضيه فيها واحد النقاش كبير، فراه لونتروبي ديال الكون من نهار بدا البيج بانغ وهي كتزاد. ما علينا، هذا القانون كيخلي ان التحول ديما غادي في اتجاه واحد وما كيخليناش نرجعوا للور، حيت بكل بساطه ما يمكنش نقصوا لونتروبي. غتقول لي وراه ممكن نمشيو لذاك النظام ونعاودوا نرتبوا دوك الكواري. الا فكرتي بحال هكا غنقول لك برافو، حيت فكرتي بحال هكا، لكن راك زلقتي لانك ما رجعتيش باللور وما نقصتيش لونتروبي. المعدل العام ديال لونتروبي راه تزاد لانك دخلتي وخسرتي الطاقه باش ترتب دوك الكواري. كيفاش؟ ملي دخلتي ورتبتي دوك الكواري راك وليتي جزء من النظام، وباش انت تحركتي ورتبتي دوك الكواري راك تسببتي في تحول واحد الطاقه كانت مخزونه فيك لطاقه حركيه باش انت بدلتي دوك الكواري. بلا ما نساو انك ملي تحركتي طلقتي واحد الطاقه حراريه في الجو، يعني بطريقه او اخرى راك بدلتي لونتروبي ديال الكون. حيت راك ملي كتبدل شي حاجه راه صافي تبدلات، واللي عطا الله عطاه. غنخلي التجربه تجاوبكم على السؤال ديال بدايه الحلقه. شتي كيف ما كتلاحظوا الصغيره اللي نفخات كبيره. تقدروا تقولوا لي علاش؟ خليوها لي لتحت في الكومونتير. في الختام راه غتلقاو المصادر ديال هادشي اللي دويت لكم عليه اليوم في الديسكريبسيون لتحت. ما تنساوش تابوناو في لاشين، ديروا لايك للفيديو، ديروا لايك لاباج فيسبوك باش يوصلكم الجديد. تهلاو.